ازيكم؟ النهارده بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض الفاهيتا المكسيكي بطريقه سهله جدا. هتعجبك جدا ان شاء الله. لاول مره تشوفيني، انا اسمي هنا. اجمل خلطه رز هتعمليها واجمل فاهيتا هتاكليها. بصي، يعني هي شكلها لوحده بيتكلم. مش قادره اوصف لكم. خطيره، ريحتها وطعمها خطير. تتاكل بقى في سندوتشات، تتاكل مع رز مكسيكي، تتاكل مع رز عادي، اي حاجه. بصوا جمالها يا جماعه، بصوا لونها عامل ازاي. احنا هنجيب بقى النهارده ان شاء الله معانا وراك مخليه او صدور مخليه. انا بصراحه بحبها بالوراك المخليه، بس انت لو بتحبي الصدور عادي. معانا كيلو وراك مخليه، ومعانا معلقه كبيره بابريكا، على شطه، يعني شويه شطه صغيرين كده. وقولي معلقه، ربع معلقه شطه، ومعلقه كبيره الا ربع بابريكا، ومعلقه كمون كبيره، ومعلقه ملح صغيره. بس كده. هي دي التوابل اللي بتتبل بيها. معلقه كبيره بابريكا الا ربع، وعليها ربع شطه، وعليها، هي ممكن تخليها كلها شطه، بس انا طبعا عشان عندي اولاد ما بيحبوش الشطه يعني. تمام. وعليها معلقه كمون كبيره، وعليها معلقه ملح صغيره. هي دي التتبيله بتاعتها. طبعا الفراخ دي مغسوله ومتصفيه كويس جدا. اهم حاجه في الموضوع انها ما يكونش فيها ميه. ومعانا نص كوبايه زيت. يفضل يكون زيت نباتي يعني. وبس كده، وتسيبيها بقى ليله كامله في التلاجة من بالليل. مستعجله عليها، سيبيها ساعه واحده بس واشتغلي فيها. اي جريل بقى، اي طاسه تيفال، المهم يكون حاجه ما بتلزقش فيها الاكل، يعني اي حاجه عندك ما بيلزقش فيها الاكل غير لاصقه. تمام. انزلي بشويه زيت، وبعدين انزلي بقى بالفراخ بتاعتك اول ما تسخن على طول. وزي ما اتفقنا ممكن تكون صدور، بس انا عشان عندي بيحب الوراك يعني. مخليه ومغسوله ومتصفيه، ما فيهاش اي نقطه ميه. انا بصراحه سبتها ساعتين عشان كنت مستعجله عليها واشتغلت فيها على طول. طعمها خطير برضه، بس لما تسيبيها في التتبيله بتبقى احلى. تمام. احنا هنسويها في الجريل كلها. نفضل نقلب فيها لحد ما تاخد معانا اللون الغامق شويه ده. تمام. قلبي فيها وسيسيها كده واحده واحده، عشان ما تتفرولش منك. خلاص كده هنشيلها من الجريل بقى، ونبتدي نسيبها تبرد شويه ونقطعها الحلقات بتاعه الفاهيتا اللي احنا طبعا عارفين شكلها كويس. انا قطعتها عشان بس وقت الفيديو مبقاش طويل عليكم. هي بتتقطع لحلقات بالشكل المطول ده. وهنركنها على جنب على ما نعمل الرز المكسيكي. طبعا الرز المكسيكي ده مش قادره اوصف لكم على طعمته. هاتي بقى حله وانزلي بشويه زيت. معاكي بقى هنا ربع معلقه قرفه، ومعاكي ربع معلقه شطه، وربع معلقه كمون. ربع معلقه قرفه، ربع معلقه كمون، ربع معلقه شطه، فص واحد توم مهروس. مش هننزل بالملح دلوقتي. مش عايزين التوم ده يحمر، هو بس يا دوبك يتبل. بس كده، ما خدش لون يعني، ابتدى يصفر انا طفيت عليه على طول. ومعايا كوبايه ونص رز بسمتي. ممكن يتعمل بالمصري عادي جدا على فكره. انا غسلته واشتغلت بيه على طول، ما نقعتوش في ميه. هنفضل نشوح شويه في الرز ده كده، مع الثوم مع التوابل دي، لحد ما يبتدي ان هو يتحمص معانا كده، او ان هو ينشف. زي الرز بتاعنا العادي اللي احنا بنقلب فيه، لحد ما يبتدي ان لونه يغير شويه.
بعد كده هتنزلي عليه كوباية مية وكوباية صلصة. يعني تعصري الطماطم، هتعصري طماطم وهتعملي يعني كوباية واحدة بس طماطم من غير تفل ومن غير بذر، هتعصريها من غير مية وتصفيها من البذر والتفل بتاعها بقى وقشر الطماطم وكل الكلام ده كله. بس أهم حاجة القوطة دي تكون من غير مية. ممكن أنا عملتها في الكبة، عملت حوالي 5 أو 6 طماطم كده في الكبة، ورحت عصراهم كويس بقت مركزة كده من غير نقطة مية. هي كوباية واحدة، وهتنزلي بواحدة مرقة دجاج وخلاص على كده وشوية ملح، وهتقلبيه ومش هتغطيه بقى، هتحطيه على النار من غير ما تغطيه لحد ما الرز يتشرب خالص. وما تقلبوش تاني بعد التقليبة دي، سيبيه على النار من غير ما تغطيه لحد ما الرز يتشرب. بصي كده ابتدى يتشرب معانا، بصوا لونه عامل ازاي خطير، طعمه حلو وجميل جدا. هبتدي اوطي على النار واقوم ايه، مغطيه على الحله. دلوقتي خلاص هو اتشرب خالص، يعني هو كان داخل على انه يتشرب كده سبته. اول ما ابتدى ان هو هيتشرب غطيت عليه اتشرب خالص. دلوقتي قلبته كده، بصوا لونه جميل ازاي. تمام، هنغطي عليه ونوطي عليه خالص بقى لحد ما يكمل سوا مع نفسه. هنحضر بقى خلطة الفاهيتا. شوية زيت، برضو فصين توم مهروسين، والرز فص واحد، في الفاهيتا فصين 2 توم مهروسين. تمام. عندك بقى فلفل الوان، عندك احمر اصفر اخضر وبصلايه، بيتقطعوا بالمنظر ده. ما عندكيش ممكن تعملي بفلفل اخضر عادي، طبعا ممكن تخليها سبايسي وتحط لها قرن فلفل كده يشطشطها شويه، بس انا ولادي مش بيحبوا الشطه يعني. تمام. شويه ملح، مش هندبله للدرجه، هو بس هيبتدي ان لونه يغير كده، اقوم نازله على الفراخ على طول بيه. هسوي الفراخ يعني لو هي حتى ناقصه سوا هتستوي مع الخلطه دي كلها، بس احنا اصلا بنشيلها مستويه. تاخد تقلبتين 3 كده، الفلفل كده والخضروات دي كلها تاخد من طعم الفراخ. الفاهيتا المكسيكي بتبقى مشطشطه شويه. وهتعصري عليها عصير ليمونتين. المقادير دي كلها لكيلو ايه واحد من الوراك او كيلو صدور عادي مخليه. لازم تكون الفراخ متنشفه كويس. هتعصري عليها دلوقتي ليمونتين. وبس كده، مش هندبل بقى. طبعا احنا عارفين ان الفاهيتا الفلفل بتاعها بيفضل مصحصح كده وماسك نفسه، ما بيبقاش دبلان. بصوا يا جماعه طعمها والرز ولونه وطعمه خطير، خطير خطير بجد. ان شاء الله تعجبكم وتكتبوا لي في التعليقات. وسهله جدا وبسيطه، ما تاخدش معاكي اي وقت. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش بقى تعملي اشتراك للقناه ولايك وشير. وبس كده، والسلام عليكم.